معانا كيس كده من الفريزر كنا عاملينه مع بعض، كيس فول. عايزه اقول لكم فول بس هنعمل بيه طاجن حكايه ينفعكم بقى بالفطار، في الفطار او في العشاء. تعالوا هقول لكم هنعمله ازاي. هنعمل بقى طاجن فول. كل اللي هياكلوا كده، يعني عايزه اقول لكم لو مش بياكلوا الفول كده هياكلوه هيعجبهم. خلاص تعالوا نشوف معانا ايه. معانا 3 حبات طماطم، معانا بصله متوسطه، ومعانا قرن فلفل رومي، وقرن فلفل ايه سبايسي. خلاص، ومعانا 4 فصوص توم. هي دي بقى كل الحاجات. وانا بقى مش عايزه اقشر الطماطم يبين في الايه في الطاجن بتاعي، فهقشره. قشرت كده 4 حبات الطماطم او التلاتة، تلاتة صح، تلاتة، وهقطعهم مكعبات صغيره. ومعايا البصلايه دي، البصلايه برضه كان قطعها نصين، وقرن الفلفل والثوم وكده. خلاص، انتوا عايزين بقى تتلاشوا البصل خلوه توم بس. خلاص، بس على فكره كله مع بعضه كده بيدي ميكس كده طعم حلو. المهم يا ستي بقى، لو انتوا لسه ما حطيتش اللايك واشتركتي في القناه، اشتركي في القناه وفعلي الجرس. تقولي ايه رايك في الطاجن الرهيب ده؟ جربوه بس فطار كده او عشاء، تحفه. بصوا بقى، انا قطعت كل حاجه كده ايه مربعات صغيره. خلاص، وممكن تبشروهم كمان لو انتوا عايزين تبشروهم يعني. بس مبشورين او مقطعين مكعبات، هما كده في الاخر مش هيبانوا اساسا. هنا حطيت حبه زيت، ونزلت بقى ايه بالبصلايه. اول حاجه مش هحمرها، يا دوب هتاخد ايه معاه تتبيله كده ايه تترة كده بس، تقلبتين. واروح نازله تاني حاجه بالايه بالثوم. الثوم قطعته برضو كأنه مكعبات صغيره او شرايح مدوره كده. وبعد كده نزلت بالفلفل. انا مش بحمر حاجه، كل حاجه بس طلع ريحتها كده في الزيت وخلاص. طبعا بقى انتوا ممكن بقى تعملوا الطاجن دوت ونعمل جنبه بقى كده ايه. هننزل الاول كده بغطا، شايفين الغطا بتاع الخل؟ نزلت بغطا. نعمل جنبه حبه بطاطس مهروسه او بطاطس محمره، ده يكفي. او نعمل بطاطس نسلقها ونحمرها كده بكمون وشطه وملح وايه، مية مية. طبق بتنجان بقى معانا فطار زي الفل. ممكن نحط الطاجن ده بالليل جنب الاكل لو احنا فاطرين. يتعمل جنبه ايه، طبق بطاطس مهروسه بالسمنه، طبق بيض مسلوق، مية مية. عايزين الطاجن اقتصادي، طبق بتنجان وطبق بطاطس وزي الفل. ونزلت بقى كده بالطماطم. عايزه اقول لكم كان رهيب. احنا يا ستي بقى حطينا جنبه ايه بقى، بعتنا كده جبنه طعميه محشيه، شيبسي، بتنجان. كانت اكله زي الفل. نزلت بقى بنص كوبايه ميه كده، كده نص كوبايه الميه حطيتها كلها، عشان نص كوبايه الميه دي هتسوي لي الخضار. وهسيبهم بقى كده يستووا براحتهم على نار ايه هاديه. بصوا كده بقيت معايا زي الفل، اتسبكت حلو كده. كده احنا عايزين بقى نبهرها كده ونتبلها كده بحبه بهارات حلوين. تعالوا نشوف هنحط لها ايه. طبعا كل اللي انتوا شايفينه مش هيبان. هحط كده رشه كمون، رشه ايه تاني يا ستي، رشه من الكزبره كده. دول كمون وكزبره، دول اول حاجه كمون وكزبره، كل حاجه نص معلقه صغننه كده. نص كمان حبه من الفلفل الاسود، المعلقه اللي معايا كبيره، بس تعرفي تحطي قد نص معلقه صغننه. ورشه من الشطه. عايزه اقول لكم الطاجن ده كل ما بيكون سبايسي كل ما بيكون طعمه تحفه. كده فاضل معايا حاجه تانية؟ لا خلاص، هو ملح وفلفل وكمون وكزبره. وهرسهم بقى كده. انا مش عايزه اشوف ايه ولا التوم القطع ولا يعني. بصوا عايزه كله كده يبقى كده ايه كريمي ببعضه. خلاص، ولا الفول كمان. يعني عايزه اقول لكم حتى اللي بيشتكوا من القولون، لو انتوا كلتوا الطاجن دوت مش هيتعب لكم القولون، لان الفول نضيف عاملينه في البيت زي الفل، مفيش اي حاجه، معمول بطريقه حلوه فمش هيتعب القولون. وكمان احنا عشان هرسينه بقى. بصوا الفول بقى له قد ايه في الفريزر من ساعه ما عملناه مع بعض، زي الفل زي ما هو. طبعا انا طلعته من الفريزر ما كملش يعني ربع ساعه، واشتغلت بيه على طول، فعشان كده ايه لسه متلج. فانا هفكه كده بالسكينه، هي الحته اللي ايه ما فكتش دي.
بس كده بقى انا هرست كل الفول كده، بصوا ما بقاش فيه اي حاجه. عايزه اقول لكم كان طاجن رهيب، كان طعمه تحفه. طبعا هو لسه مش في الطاجن، احنا لسه هنحطه بقى في الطاجن بقى كده. طبعا ممكن تحطوه في الفرن كده بتاع 10 دقايق او 5 دقايق كده. انا دقت الملح بتاعه، بصوا كل حاجه فيه مظبوطه، كان خطير. رشه الملح وخلاص، بس كده بقى معايا تمام. بصوا كمون مظبوط، كزبره مظبوطه، الملح بتاعه بقى 100 100، وهو كله بقى، والشطه بتاعته يعني بصوا خفيفه كده، حلوه سبايسي كده على خفيف. طبعا انا جبت بقى طاجن كده صغير على قديهم. طبعا بيفرق طعمه لما انتوا تاكلوه كده في الصينيه، وفرق يفرق طعمه لما تحطوه كده على النار، ايه بتاع مثلا 5 دقايق 10 دقايق على نار هاديه. هتسيبوه يبقبق كده مع بعضه كده ويبقى شكله تحفه وطعمه خطير. نغطيه بس كده نسيبه كده. بصوا بقى عمل ازاي، تحفه بجد، كان تحفه. طبعا الطواجن احلى حاجه في الشتاء، مش هيفرق بقى جواها ايه. وبس بقى كده، تعالوا نشوف بقى هنقدم جنبه ايه. طبعا احنا عملنا طبق ايه، طبق سلطه كده حلو، وبعتنا بقى جبنا حاجات بقى جنبه كده، طماطم بقى وبصل وفلفل اخضر، على كابوتشا، على طعميه بقى. عاملين طبق بليمون مخلل، طبق فلفل. وهيبقى معانا احلى فطار او عشاء، هينفع فطار معانا او عشاء. بصراحه هو كان خطير. بصوا الفولية حتى مش باينه فيه. وبس كده، تعالوا بقى افطروا معانا كده. بصوا بقى تحفه. وبس كده، باي بقى، مع السلامه. اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تقولوا رايكم في طاجن الفول ده، جربوه لان هو فعلا هيعجبكم.